مباراة اعتزال واحد من أهم اللاعيبة الوسط في تاريخ النادي الأهلي ومصر، مباراة اعتزال الغالي حسام غالي. الأهلي وأياكس في مباراة ممتعة، أعتقد أكتر الناس ما تعرفش المباراة دي ومحدش فاكرها أساسا. لايك وصلى على الحبيب وتعالى نشوف المباراة. أول غلطة من شريف إكرامي اللي الحمد لله مفيش ماتش بلخصه إلا وبلاقي شريف إكرامي بيغلط، وأياكس بيضيع أول فرصة خطيرة قدام الأهلي. الأهلي يرد بكرة أجمد بعد عرضية بالمقاس من صبري رحيل وبتوصل لعماد متعب، ولكن بيتألق أونانا وبيشيلها. اللي بعدها من وليد سليمان وبكعب رايق من فكماني لمحمد هاني، وتاني فرصة للأهلي خطيرة والمباراة ممتعة. الأهلي قرب يفتح الاحتفالية بهدف وكرة أحمد فتحي بتيجي فوق العارضة. اللي بعدها صاروخ من صبري رحيل ولكن أونانا فايق، ترد أياكس بكرة سهلة جنب القائم اليمين. الأهلي بيلعب لعب أسطوري دلوقتي، وهاني بعرضية بالمقاس لعماد متعب وبتطلع بره. اللي بعدها من جوستن وبيعدي وبيحط واحدة بعيدة عن المرمى، والمباراة ممتعة ولكن هجمات الأهلي أخطر وأياكس بيحاول من بعيد. بيرجع الأهلي تاني وكرة من فكماني بس بيحطها بره، ولو حد فاكر اللعب ده يكتب لي في الكومنتات. أياكس بترد بكرة خطيرة بعد لعبة حلوة ولكن سعد سمير يخرجها في آخر لحظة. جوستن خطير لحد دلوقتي، وتاني كرة يلعبها تيجي جنب القائم، والمباراة حلوة ورايحة جاية. وهنا فكماني بيضيع كرة غريبة بعد غلطة من لاعبي أياكس وما يستغلهاش. فكماني عامل أداء حلو وكرة تانية يحطها فوق العارضة، والأهلي يستاهل على الأقل هدفين في الشوط الأول. أياكس قبل نهاية الشوط الأول كانت هتخطف جول بس بتروح في إيد إكرامي. ديفيد يحط صاروخ والمرة دي صدها علي لطفي اللي نزل بديل لإكرامي. أياكس أخطر دلوقتي وكرة تانية وان تو بين لاعبي أياكس وبتيجي على طبق من دهب لداني دويت بس علي لطفي بيتألق. اللي بعدها كرة خطيرة من أياكس وبتطلع في العارضة وأياكس بتقرب، بس الأهلي ما ينفعش يخسر في احتفالية حسام غالي. وكرة من ميدو جابر لصلاح محسن وبيلف وبيحط صاروخ في المرمى. ولا زال للحديث بقية، وصلاح محسن يا ولد يا ولد، الغالي ثمنه فيه، الغالي ثمنه فيه. وفي مباراة غالي صلاح محسن بهدف غالي قوي، هدف للأهلي حلو من صلاح محسن بيجيب بيه الفوز للأهلي على أياكس، وفوز تاريخي يتسجل في تاريخ النادي الأهلي إنه فاز طبعا على أياكس الهولندي علشان يصفر الحكم بانتهاء المباراة. لايك واستناني في الملخص الجاي يا كينج.